قلت لك لا تدقي لي انا والشغل؟ الصغير حرارته مرتفعة. جيبي له خافة حرارة، مانا كيمياء، وبلا هالحركات يا نجلة. أنو حركات؟ أنا لساتني بالشغل، بس ارجع وبنحكي. وأنا لساتني مرتك وفادي ابنك، ولا نسيت؟ لا والله ما نسيت انك مرتي، ليش بتخلي لي مجال انسى؟ نا هلكتي سماي. لك أنا كل اللي عم أقوله. خلاص نجلة، بس ارجع على الغدا بنحكي، باي. سترين صدفة حلوة مو؟ طلعت متجوز يا أزهر. متلبك مو؟ عادي عادي، بهذا البلد كله بيكذب على كله، كبير وصغير. أنا يا سترين ما كان. لا ليش كذبت مو كتير مهم، المهم إنك كذبت يا أبو. شايف هالكذبة شو عملت؟ شايف نتائجها؟ خلتني ما أعرف إذا عندك أولاد ولا لا. فادي، أبو فادي. أيوة نعم. شوف يا أبو فادي، هلا أنت متوقع إني أنا معصبة منك كتير كتير ومو طايقة أشوف خلقتك لأنك كذبت علي وبدون سبب، وهذا حقي الطبيعي لأنه أنا ما بعرف ليش كذبت وشو مرادك من الكذبة، صح؟ مزبوط. ولأني بنت استثنائية رح أقول لك إني أنا رح أزيد لك راتبك الضعف ورح أعطيك مصاري تعمل مشروع بس النص بالنص. مستغرب مو؟ ايه. ولأني بنت واقعية رح أقول لك إنه ما في شي بلا مقابل. طيب شو هو المقابل؟ قلت لي شو هو المقابل؟ تعال اقعد لأقول لك. مرتك بتجيبها وبتسكن عند الشحنين زمان. اسكن عندك؟ وين المقابل بالموضوع؟ أنا بنت عايشة لحالي وبمل كتير خصوصي بالليل. ما فهمت. بتعيشوا عندي أنت ومرتك عيشة طبيعية مثل أي اثنين متزوجين وبتعملوا كل شي بدكم إياه قدامي ولا كأني موجودة، إن كان بالنهار وإن كان بالليل. أنت شو عم تحكي؟ والله اللي بده يصير عالم وناس بده يتنازل، ما في شي بيجي ببلاش. ممكن الواحد يتنازل عن كل شيء لشرفه. على فكرة الشرف والكرامة مو محصورين بس بهدول القصص. ولا أنت شو رأيك؟ طيب رح أجي معك أنت شو خسران؟ مرتك فيها ما تعرف، وأنا مرة مثلي مثلها، وأنت رجال ما بيعيبك شي، ولا أنا غلطانة؟ إذا عم تدوري على هيك شغلات فأنا ممكن أخدمك بطريقة تانية. لا لا لا، أنا بحدد الشي اللي بيمتعني، وبيني وبينك أنا مليت من الشي الطبيعي، بدي شي مو عادي، شي هيك يخليني أرقص من جوا، وليتني لقيتها. بندور عليك وعلى مرتك. يلا روح شوف حرارة ابنك وبعدين رد لي خبر. رد لي خبر.